بصوا بقى، انا رصيت الكاوتشات مكانها تاني كده، بس مش كلها طبعا، انا خليت كاوتشاتي انا وجوزي بس. تمام. وكده خلاص، ادي الضرفه الاولى هي خلصت خلاص. تمام. يلا نقفلها. طبعا انا لسه ما لمعتوش من بره ولا حاجه، بس هلمعه ايه لما الاوضه تتعمل. ادي كده اول ضرفه، وادي كده تاني ضرفه اهي. تمام. حطيت هنا هدوم هاني زي ما انتم شايفين كده، رصيتها بنظام، وهدوم محمد هنا اهي، وهدومي دي، وهدومي ايه اللي تحت اهي. رصيت كله بنظام اهو زي ما انتم شايفين. تمام. دي كده تاني ضرفه. خلاص. نيجي بقى على تالت ضرفه اهو، رصيت الشتوي فوق كله زي ما انتم شايفين كده. تمام. ودي هنا كده رصيت برضو جواكت وحاجات بتاعتي، وتحت الفوط والملايات زي ما وريتكم. تمام. وكده يبقى كده ايه الدولاب بتاعنا كله خلص. تمام. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانتظروني كمان في سلسله بقى الشقه كلها. تمام. لان لسه هنعمل تحت السرير، وتحت السرير ده كارثه اكتر من الدولاب، بس انا قلت بصراحه هبدا بالدولاب عشان ايه يخلص خلاص، وهبدا بقى بعد كده تحت السرير، واحده واحده كده نقفل كل الشقه مع بعضنا باذن الله. بسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا هو ده المنظر، ما تتخضوش. تمام. زعلت بس شويه، مشيت كده من البيت شهرين ثلاثه، رجعت لقيت المنظر بهذا الحال. تمام. حاجات متعلقه كده على يعني فوق الشماعه. تمام. والمنظر زي ما انتم شايفين كده، دي هدوم الشتوي كنت ببقى حطاها فوق بقى هدوم الصيفي ولا ايه. فطبعا الجو لما حرر بقينا نسحب منها وكده. تمام. فشايفين المنظر. فهبدا بقى ان انا هنزل الصيفي ده. تمام. وهرص الحاجات اللي هي تحت دي الشتوي وكده، وهبدا اظبط معاكم الدولاب واحده واحده. تمام. ادعوا لي بقى عشان ده بقيه الدولاب كله ايه، مش الدولاب بس. انا هاخدكم جوله كده في الاوضه بس محدش يضغط. تمام. بصوا، شايفين المنظر؟ شايفين التسريحه؟ شايفين يلا الحمد لله، ورجعنا بيتنا بالسلامة. ويلا بينا بقى ايه نعمل الحاجات دي واحدة واحدة، لان الحاجات دي مش تخلص طبعا في يوم وليلة، ده موال. فبصراحة بقى هبدأ اعمل على مهلي كده، ومش هينفع بقى ان انا اصور، لان باركول يا جماعة انا خلاص لبست النقاب، فمش هينفع بقى ان انا هبقى طول الوقت بالنقاب كده وعمال انزل وكده. فهنزل وهرص الحاجات كده وبتاع واوريكم. تمام. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني لا اله الا الله. المنظر بجد صادمني لدرجه اني مش عارفه اتكلم. اللهم اني الجا من حولي وقوتي الى حولك وقوتك يا ذو الجلال والاكرام. ربنا معايا بقى، ويلا بينا نبدا. بصوا بقى، انا نزلت الرف اللي فوق ده. تمام. اهو زي ما انتم شايفين، هو كان متطبق بس انا نزلته. فهبدا اطبق الحاجات اللي انا عايزاها هنا، والحاجه اللي مش هينفع استعملها تاني هركنها على جنب ايه تروح لصاحب نصيبها. تمام. خلاص بقى الجزئيه دي، او ممكن مش هحط فيها دلوقتي حاجه الا لما اطبق ده وارصه بعيد، عشان خاطر ايه دوت كلها حاجات صيفي. تمام. فهتضطر تتحط في الدولاب ده، والدولاب ده ما ادراكم منه، بس هو متطبق يعني نوعا ما برضو. انا بص هو كله متطبق ايه نوعا ما، مش كويس قوي. خلاص. ده بقى دولاب هاني ده اللي متكركب خالص، لان كان ما علينا. يلا. فانا بقى ايه مش هينفع احط الصيفي هنا لما اشيل الشتوي ده، فهطبق بقى الاول دوت، وبعد كده ايه لما اجي ادخل على الفصل ده ايه لما اجي ادخل على الدولاب ده هبقى انقل الشتوي هنا فوق مكانه، واظبط بقى الدنيا هنا. تمام. يلا بينا بقى نقعد كده بسم الله، ونبدا بقى ايه نطبق بقى. يلا استنوني. بصوا انا كده طبقت اهو الهدوم زي ما انتم شايفين. خلاص يعني هدوم انا وجوزي خلاص فضينا الجزئيه دي.
بصراحة الحاجات اللي مش هينفع تلبس على نقاب حطيتها في هدوم البيت كده زي ما انتوا شايفين. الحاجات اللي هتنفع تلبس على نقاب حطيتها لوحديها. تمام. هبدأ بقى ان انا انزل ده عشان معظمه شتوي اصلا. تمام. وهرفعه فوق وهوريه لكم برضو. بص انا كده شلت كل الحاجة اللي هنا. طبقت دول، حطيت دول بس اللي لقيتهم هنا شتوي. تمام. وعلقت الجواكت كده زي ما انتوا شايفين وهدوم محمد. وتحت عشان انا ما عنديش مكان فحطيت الملايات هنا. وهنا ده البشاكير والفوط. تمام. يعني نوعا ما المنظر بقى رايق شويه. تمام. مفيش بقى حاجه في الارض كده الا دول. خلاص. والحاجات دي شلتها الناحيه دي كده لما اعدلها. هبدا بقى اخد من هنا رف واظبطه. بصوا بقى يا جماعه عشان انا مش هينفع افضي كله مره واحده فانا فضيت الرف ده. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين حطيته هنا. هبدا ارص الحاجه بتاعتي هنا عشان خاطر ايه اوسع. وهقعد اطبق الهدوم دي واحط الصيفي فوق الشتوي فوق واحط الصيفي هنا. تمام. خليكم معايا. انا مسحته يا جماعه وخليته ينضيف ومية مية. بص انا عايزه اقول لكم ان انا رصيت هدوم هاني اهو زي ما انتوا شايفين. بص انا رصيت هدوم قد ايه. تمام. تعالوا هنا بصوا رصيت ده من ورا رف يعني صف من ورا وصف من قدام. تمام. زي ما انتوا شايفين اهو. وادي اهو رصيت برضو هنا الحاجات اللي عايزه تعلق على الشماعه. وهنا الملايات زي ما قلت لكم. بصوا بقى ولسه في تاني. بص قد ايه في الارض اللي هو حرفيا بجد انا دخت والحاجه مش راضيه تخلص. فربنا معايا. دي هدوم حسين انا مطبقاها بس هتطلع بره. ودي تمام. ودي هدوم خلاص كده مش هتيجي على قد عيالي. والباقي ده بقى ربنا معايا اخلصه وارجع اوريكم عشان بجد انا تعبت. بصوا بقى دي الضرفه التالتة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده دي حاجتي انا اصلا. ماشي. وفي كاوتشات انا حطاها من تحت. خلاص. فهبدا بقى انزل الحاجات دي كده وارصها عدل عشان هحط كمان هدوم شتوي هنا. لان هوريكم الدولابين التانيين مش جاي يعني. تمام. فهبدا بقى انزل اول حاجه دول. وبعد كده هرص بقى الحاجات اللي فوق الشماعات دي هحطها في الشماعات. والجزم والحاجات اللي تحت دي هطلعها. بص اهو انا كده حطيت دي كوفرتا ودي برضه كوفرتا فايبر. تمام. وده اللحاف لا ده المفرش. ودي اكياس اللحاف اللي هو النبيتي. تمام. ودي شنطه فيها ستاير يعني وحاجات انا مش محتاجاها دلوقتي. وده كده حطيت هنا الهدوم الشتوي دي. تمام. ولقيت بقى الستاير دي كده مغسوله ومحطوطه فوق. نزلتها بقى عشان هشيل الستاير اللي هي من تحت دي. تمام. وهحطها. بصوا بقى كده خلاص خلصنا اهو الضرفه دي. تمام. وشيلنا كل حاجه. شيلنا بقى الكاوتشات دي اهي. هنشوف بقى الكاوتشات اللي احنا بنلبسها هخليها والكاوتشات الصغيره هطلعها. واللي مقطوعه وكده هشوف اللي هتتظبط هخليها واللي مش هتتظبط هشيلها. تمام. ففاضل اهو دول كده زي ما انتوا شايفين. هعملهم وهرجع لكم تاني. بصوا بقى انا رصيت الكاوتشات مكانها تاني كده بس مش كلها طبعا. انا خليت كاوتشاتي انا وجوزي بس. تمام. وكده خلاص ادي الضرفه الاولى هي خلصت خلاص. تمام. يلا نقفلها. طبعا انا لسه ما لمعتوش من بره ولا حاجه بس هلمعه ايه لما الاوضه تتعمل. ادي كده اول ضرفه وادي كده تاني ضرفه اهي. تمام. حطيت هنا هدوم هاني زي ما انتوا شايفين كده رصيتها بنظام. وهدوم محمد هنا اهي. وهدومي دي وهدومي ايه اللي تحت اهي. رصيت كله بنظام اهو زي ما انتوا شايفين. تمام. دي كده تاني ضرفه. خلاص. نيجي بقى على تالت ضرفه اهو. رصيت الشتوي فوق كله زي ما انتوا شايفين كده. تمام. ودي هنا كده رصيت برضو جواكت وحاجات بتاعتي وتحت الفوط والملايات زي ما وريتكم. تمام. وكده يبقى كده ايه الدولاب بتاعنا كله خلص. تمام. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد واقدر اقول لكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتظروني كمان في سلسلة بقى الشقة كلها، تمام، لان لسه هنعمل تحت السرير، وتحت السرير ده كارثة اكتر من الدولاب. بس انا قلت بصراحة هبدأ بالدولاب عشان ايه يخلص خلاص، وهبدأ بقى بعد كده تحت السرير، واحدة واحدة كده نقفل كل الشقة مع بعضنا بإذن الله. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.